السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا، يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة على الصبح بقى كده فيديو كده بقى جديد. الانبوبة خلصت علينا، طبعا خلصت من بالليل وما لقيناش حد يغيرها لنا، خلصت متأخر حوالي الساعة 11 بالليل كده، ما كناش عاملين حسابنا عليها. بعد ما عملنا الغدا واتغدينا وكانت الدنيا تمام، راحت ايه الصبح الساعة 11 كده، جيت اولع الساعة 11 عشان اعمل عشاء للبنات بالليل، لقيتها خلصت بصراحة. فقلت لهم لا، بالليل بقى هنقدر ان احنا بقى ايه ننام خفيف، مش مشكلة، كده كده انتوا ايه اتغديتوا. طبعا جيت الصبح طبعا عايزين يفطروا لانهم ناموا بدري وما كانوش ايه اتعشوا، فقلت خلاص هنقوم الصبح نتصرف، مش هنقف على حاجة، كده كده عندنا خشب والمكان واسع والدنيا واسعة. وطبعا البنات قالوا يا ماما احنا عايزين نفطر، احنا جعانين. قلت لهم خلاص هلم شوية خشب، وجبت حتة ضلة كده صغيرة قد كده، المكان كله شمس اصلا لو انتوا شايفين، المكان صعب صعب يعني في الشمس بصراحة. ولعت انا شويه خشب بقى، رحت لميت شويه خشب كده وقلت مش مشكله بقى، نستحمل النار ربع ساعه ولا حاجه، وبعد كده ايه هعمل لهم الفطار وندخل في الضله نفطر جوه. جبت عيش، انا طبعا كان البنات في البلد لما كانوا ايام الامتحانات فجايبين لي معاهم عيش مرحرح، اللي هو العيش الفلاحي كده لو تعرفوه يا جماعه. العيش اللي هو ابو خميره المرحرح ده كده، بصوا. كنت جايبه من البلد، كنت شاريه كيلو، شاريه 4 كيلو، نورة اشتريت لي 4 كيلو وهي جايه معاها. وطبعا حطيت شاي في الكنكه بقى، قلت هنغلي الشاي بقى على الفحم كده. جبت الكسرونه كده وحطيت فيها الشاي والحاجه، وقلت هغليه كله في بعضه يبقى شاي مغلي، بيبقى حلو على الخشب يا جماعه. وقلت هنجهز فطار خفيف مع بعض كده، وهنحط مع بعض كده. انا حطيت الكنكه على جنب كده علشان خاطر بس لحد النار لما تهدى شويه. طبعا مش هقولكوا على حراره الشمس، حاجه صعبه جدا. انا قاعده في قلب الشمس والله يا جماعه، حاسه ان الشمس والحراره مش قادرة مع حرارة الخشب مع ده كله. بس الحمد لله قلت مش مشكلة عشان اتصرف، وعشان خاطر ايه افطر البنات، لان انا مش لاقي حد بصراحة يجي يملى لي الانبوبة دلوقتي، ومش ضامنة بقى. قلت شوية كده على بال ما يظهر لي حد ولا حاجة واحاول املى الانبوبة. طبعا انا جبت العيش المرحرح، قلت هحمره كده على الخشب والشاي، وقلت هشوي بتنجان. آه، احنا عندنا الارض بره زي ما انتم عارفين فيها البتنجان، طلعت جبت بتنجانتين كبار كده، وقلت ايه هشويهم. بصوا الانبوبه انا فكيتها من البوتاجاز وطلعتها بره وحطيتها بقى وجهزتها لحد ما ربنا ييسر الامور ويظهر لنا حد ولا حاجه ونملاها منه. فكيتها وحطيتها في قدام الباب بره علشان لما حد يجي تبقى ان انا ايه سهله على طول، على قد ان انا املاها وادخلها اركبها على طول. ربنا بقى يصلح الحال ويظهر لنا حد ولا حاجه ان شاء الله. طبعا انا حطيت كسرونه الشاي على النار. وطبعا البتنجانتين دول هحطهم، بس كنت مستنيه النار تهدى شويه علشان خاطر ايه ما يبقاش مدخنين بس كده يعني. النار هديت شويه، انا حطيت البتنجانتين اهم. والله يا جماعه عايزه اقول لكم ان هما ما خدوا معايا دقيقتين على النار، بسم الله ما شاء الله. الخشب سريع، وحطيتهم كنا زمان نشويهم كده برضو، كان زمان كده ايام الشتاء نولع الشاليه وايام زمان بقى والبركه، ونحط كنكه الشاي على جنب ونشوي في البطاطا واحنا قاعدين، نشوي في البتنجان، نشوي ذره واحنا قاعدين. احنا عارفين بقى ايام زمان بقى كده، والخير والبركه. طبعا انا حطيت البتنجانتين كده، قلت هعملهم. بصوا المكان عامل ازاي والشمس عامله ازاي، انا بصور لكم المكان عشان اوريكم ان مفيش حته ضله. الشمس من الساعه 9 بتطلع، بتبقى يعني ربنا يا ربي هو اللي يعني ايه يهدي الدنيا منها. الشمس بتبقى حاجه صعبه صعبه يعني. فروحت جمعنا كمان قرنين فلفل، خليت هبه صغيره طلعت الارض جمعت لي قرنين فلفل همت علشان نعمل دقه البتنجان. البتنجان استوى ما كملش دقيقتين على النار زي ما انا قلت لكم. بصوا الشاي بيغلي اهو، بسم الله ما شاء الله. يعني شاي الخشب كلنا عارفينه، ليه طعم تاني كده غير البوتاجاز وغير ما بتعمليه في الكاتل والكلام ده كله، ليه طعم تحفه بصراحه. الشاي غلي على طول وانا شلته من على النار، قلت بقى اسخن العيش، والبتنجان اتشوق اهو بقى عامل زي الزبده وطري، ما كملش دقيقتين على النار. وجبت الفلفل، طبعا قشرت فصين توم وحطيت الفلفل اهو، هبه جابته غسلناه، وعملت دقه للبتنجان كده. انا بحب بقى البتنجان المشوي دوت اعمل له دقه بقى بفلفل، واقطع عليه حبايه طماطم، وكتر الليمون عليه وشويه زيت كده يا جماعه، بيبقى طعمه تحفه. ممكن بقى انت تشويه كده وتعمليه بقى بالطحينه البيضه مع دقه الفلفل برضو، وتعمليه اللي هو ايه بابا غنوج. في العيال بيحبوا كده او كده، بس انا عشان مش متوفر عندي طحينه بيضه، فانا ايه هعمله بالفلفل والطماطم والليمون.
واحط عليه نقطه زيت كده، بيبقى طعمه تحفه بصراحه، بيبقى يجنن على الفطار بقى الصبح. انت عارفين اي حاجه تفتح النفس بقى، وبدل الزيت ونقلي ونعمل. وكمان احنا مش هنعرف نقلي على الخشب بقى، فنعمل ايه؟ لا خلاص احنا نشويه بقى كده وناكل اكل صحي بقى كده مية مية. والعيش بص بقى بيبقى متحمر ومقرمش كده على النار، حاجه ملهاش مثيل. يعني مش هنقف على حاجه يا جماعه، احنا نعود نفسينا كده ان احنا ما نقفش على حاجه ولا نقف على حد. والست الشاطره اللي بتعرف تتصرف وتصرف امورها وتدبر دنيتها، طبعا ما تقفيش على اي حاجه عندك، وعلى طول دبري امورك. وشوفي بصوا انا عملت اهي. كنت بقول لنورة ساعتها تناولني معلقه عشان اقلب الدقه بقى، واقشر البتنجان، والعصاره اهي عشان اعصر الليمون. جايبين الليمون برضو من الارض. بصوا احنا ما بنحترش في اي حاجه. رحنا جمعنا شويه ليمون، حتى الليمون لو تلاحظوا هتلاقوه اخضر، جبناه من الارض. عمالين رحنا جمعنا شويه بتنجان، وجمعنا شويه فلفل، وجمعنا شويه ليمون. الخير كتير يا جماعه، والارض خير كلها. هبقى اصور لكم شجر الليمون معانا، بسم الله ما شاء الله. شجر ليمون وشجر خوخ في الارض التانية. ما صورتوش معاكم خالص، هحاول ان انا اصوره لكم واوريه لكم برده، منظره تحفه. وبصراحه بينفع الليمون بالله. شوفوا انتوا كيلو الليمون في السوق ب 30 جنيه النهارده، او ب 25 جنيه على حد علمي يعني. جمعنا شويه ليمون حلوين محترمين كده، والعيش عمال بيتحمر على النار كده. الله على الجمال وعلى المنظر، والله كده على ايام زمان. الشمس حراقه، بس والله كنت مستمتعه وانا بعمل في الحاجه. بصراحه استمتعت وانا كده قاعده كده وبعمل في الحاجه للعيال عشان افطرهم، وعلشان اتصرف كده واعمل لهم. طبعا الشاي غلي معايا وانا شلته من على النار عشان اعرف اسخن العيش. والبتنجان اهو بقشر فيه قدامكم زي الزبده اهوت. قشرته وعملت بتنجانتين بس يا جماعه على قد الفطار، علشان خاطر ايه؟ ما يتبقاش يعني كتير. حتى لو اتبقى حاجه صغيره ما تتركنش يعني في التلاجة. عملت اهو البتنجانتين في ثانيه عملناهم على النار. ودي الدقه اهي، قطعت على الدقه حبايه طماطم، وعصرت عليهم بتاع 3 4 ليمونات كده، بسم الله ما شاء الله. وخلاص بقى طفينا النار وشلنا الكسرونه بقى. شايفينها عامله ازاي من الخشب والفحم؟ بس نورة هتدعكها دلوقتي، هتخليها تلمع دلوقتي. نورة عندي في غسيل المواعين بسيب لها حته المواعين، هتمسكهم دلوقتي، هتخلي المواعين فل. والكزرونه بتضحك، مش عاجبها ان هي هتقوم تغسل الكزرونه، بس هتغسلها يا جماعه، وهوريها لكم في تصوير فيديو بعد ما تغسلها. بص يا دوب عملت 3 كوبايات على قدنا بالعدد بالظبط. الشاي بقى تحفه تحفه كده. بص ريحته وانا بصبه، مش هقول لكم على جماله وعلى حلاوته كده. بصراحه انا بموت في الشاي اللي في الخشب دوت. هي بقى كوبايه شاي مع الاكل بقى ومع الفطار الصبح. حطينا بقى في الطرقه كده وقعدنا اهو. بصوا شوينا البتنجان منظره عامل ازاي، وعملنا الجبنه وقرمشنا العيش زي ما انتم شايفين كده المنظر بقى. هناكل العيش بقى، عملنا بلدي وفي عيش مطحن والعيش المرحرح. كنا جايبين احنا العيش ده من البلد واحنا جايين. انا بحب ارمش العيش البلدي كده يا جماعه، الفلاحي ده بحب اكله وهو مقرمش كده بصراحه، مع الجبنه كده بقى. وعملت جبنه حادقه بالطماطم والطحينه الحمراء. كان عندي طحينه برضو جايبينها من البلد، عشان انا هنا في مصر ما بلاقيش الطحينه الحمراء دي. في مصر هنا ما فيش متوفر الا الطحينه البيضه بس. الطحينه الحمراء دي اللي هي بالسمسم ديت ما بلاقيهاش هنا، اللي هو السمسم الاحمر ده يا جماعه. فكنا جايبين برطمان معانا من البلد. بصوا الشاي منظره تحفه، يفتح النفس كده مع الفطار كده لوحده، يخلي نفسك كده تتفتح على الفطار. وجهزنا فطار بسيط زي ما احنا شايفين كده، البتنجان مع الجبنه. انا عندي بيض في التلاجة من بيض الفراخ والله، بس ما عملتش علشان خاطر مش هيبقى حلو على النار، او مش هي عشان اقليه او كده يعني. ما البنات قالوا مش هناكله يا ماما، خلاص كفايه كده الاكل حلو اهو. وقالوا كفايه انت عامله اكل كتير. ده الفيديو بتاعنا يا حبايبي، يا رب يكون عجبكم كده ونال اعجابكم. بصراحه البتنجان طعمه تحفه، حبيت ادوقه معاكم كده واحنا مع بعض كده. وده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم ونال اعجابكم. وانا عملت الفيديو ده علشان ما اقول لكم ما تقفيش على اي حاجه. دي جبنه بالطماطم، جبنه حادقه بالطماطم بالطحينه كده، نوره بتحبها. وده البتنجان المشوي شكله تحفه، يفتح النفس ازاي. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.